صباح الخير، أخباركم إيه؟ آآ هاحاول قدر الإمكان إني أبقى أصوّر لكم الفيديوهات الصبح. آآ المفروض النهارده بقى هنكمّل الجزء التاني لقصة أخينا، أوكي. آآ بس كان في نقطة كده كنت عايز أوضّحها بالنسبة له، لإنه كان في سؤال في دماغي مهم أوي، هو ليه قرّر إنه يكمّل الشغل؟ ولمّا سألته هو كان بيقول إن كان في سببين، السبب الأولاني هو إن هو كان حابب زي ما قُلت لكم قبل كده إنه كان حابب يفهم الناس بتفكّر إزاي، والسبب التاني إن هو ابتدى يحس إنه بقى في فلوس تجري في إيده، ماشي، ودي نقطة مهمة جدًا، لإن في ناس تربويين كتير بيختلفوا في الحتّة دي، اللي هو يعني هو المفروض إحنا نسيبه الطفل يبقى يمسك في إيده فلوس بدري والّا لأ؟ إحنا مش هنتكلّم في النقطة دي، أنا ما عنديش فكرة يعني صراحة، بس أنا عارف ناس كتيرة بتختلف في النقطة دي. آآ النقطة التانية بس اللي حابب أوضّحها كمان إنه أنا بارتجل، يعني أنا مش ما عنديش script باكتبه، أوكي، أنا باحاول أقول لكم قصة زي ما سمعتها أو زي ما تقدر تقول كده زي ما حسيتها بقلبي، فباحاول أنقلها لكم، ومش عايز إنه يبقى الموضوع فيه أي شيء من الsystematic فنحس إن القصة بقى فيها شيء مصطنع، أنا عايز بس أنقلها كده زي ما هي وزي ما أنا قلبي فهمها. آآ المهم صاحبنا ده ابتدى يحس إنه الناس بتشتغله باختصار يعني، أوكي، و وهو محتاج يتعلّم إزاي الناس ما تشتغلوش، أوكي، أو at least يعرف يفهم اللي قدّامه ده بيشتغل والّا لأ. ف شوية كده وساب الشغل ده، أوكي، وابتدى يدوّر على career يكون أو مجال شغل كده يكون صعب، والناس اللي فيه مش قد كده، فهو يحاول إيه، يحتك بيهم قد ما يقدر، أوكي. آآ، فكان ليه صاحبه ده عيلته كلّها عندها شغّالة في السياحة وعندهم بازارات ومش عارف إيه وبتاع، فقام إيه، قال له: "باقول لك إيه، أنا عايز أروح إيه، أشتغل مع" وابتدى يشتغل في السياحة وكانت شُغلانته ببساطة إن هو بالEnglish إنه في ناس هييجوا له سياح، أوكي، وهو بيقعد يشرح لهم على يعني المكان ده بيبيع اللي هي أوراق بردي، يعني بردي كده ومكتوب عليه ومرسوم عليه حاجات فرعونية، وهو يقعد يشرح لهم ورقة البرد دي عبارة عن إيه ويبيع. برضه بتوفيق من ربنا وfor some reason الولد ابتدى يبيع بسرعة، يمكن عشان كان صغير في السن، فالأجانب كانوا بيتعاملوا معاه بنوع من العطف واللطف، ما أعرفش أيًا كان يعني، بس فالمهم النتيجة إن هو ابتدى يبيع. طبعًا البيع هناك يعني هو بيبقى الsalary قليل أوي، المرتب قليل أوي، وهُم بياخدوا commission على كل بيعة. طبعًا ابتدى تحصل حركات بقى من تحت لتحت، عرفت إزاي؟ إنه مثلًا إيه، هو يبيع البيعة وييجي واحد تاني يقوم مقفّل البيعة وياخدها ومش الفلوس تتحسب له، أوكي؟ ابتدى يكمّل، أوكي؟ وبعد كده جُم قالوا له إيه، آآ قال له: "باقول لك إيه، إحنا عندنا camp ده بيبقى هُم إيه، رايحين في نادي كده بيبقى فيه أجانب أو فندق أو بتاع بيقعدوا فترة وإيه، وييجي الناس وهو يروح إيه، يعمل زي booth كده ويقعد يبيع. فإحنا هنروح إيه، في إسكندرية وهنروح إيه، نشتغل هناك أسبوع ونرجع تاني." فأوكي، فالولد اتحمّس للفكرة جدًا، ماشي، وهُم كان عندهم شقة في إسكندرية في الوقت ده، فهو قام إيه، خَد المفتاح من مامته قال لها خلّيه معايا إيه، احتياطي، وقام إيه، رايح. هناك بقى المنافسة كانت بقى إيه، شرسة، هم مش لوحدهم طبعًا، أولًا مش المحل اللي هو يعرفه بس، لأ ده هم بقى محلات كتيرة جدًا، وبوثس كتيرة جدًا، إزاي، والناس هناك بقى شرسة، تمام، وبيقعدوا يتحلقوا بقى على بعض، وعايز ياخد السايح هنا، وده اللي عايز ياخد الزبون من هنا، ومش عارف إيه وبتاع، وبقى ففي warfare شغال في الموضوع، المهم آآ، أخينا ابتدى يبيع، أوكي، وبعد كده إيه، برضه كالعادة هو يبيع وييجي حد كبير يقوم إيه واخد البيعة في الآخر وتتحسب له،
هو ما كانش فارق له أوي الصراحة الحتّة دي، بس هو إيه، ابتدى يدرك مع الوقت هو إزاي إيه اللي قدّامه بيعملها، وده اللي كان هدفه، يعني هو ده اللي كان هدفه، إنه يبقى عارف إن الدخلة دي الراجل اللي داخلها عليه هو داخل منه عشان يقلِّب منه البيعة. فهو ابتدى يفهم بقى القصة، فكان مبسوط، لغاية ما في يوم في خلال الأسبوع ده حصل سرقة، أوكي، وحادثة السرقة دي جه اللي هو الأمن بتاع المكان، ماشي، فتِّش الناس ومش عارف إيه وبتاع، وإيه فتشوه، فتشوا شنطته ومش عارف إيه وبتاع. طبعًا هو الموضوع ده بالنسبة له جه على كرامته بشكل مرعب، ماشي، ومخه ما قدرش يستوعب، يمكن عشان سنه صغير كده، إنه ده خلاص ده إجراء روتيني يعني، هو كل الناس اتفتشت يعني، عرفت إزاي؟ فده إجراء، ده مش معناه حاجة يعني، لإن هي كرامته نقحت عليه أوي وصعبت عليه نفسه جامد جدًا، والموضوع قلب دراماتيكي كده معاه وبقى ابتدى يسمع أغاني حزينة بقى ومش عارف إيه، وخلاص اتجنن، وقرر إنه تاني يوم قام واخد شنطته وواخد مفتاح الشقة ساب الشغل ومشي وساب الفلوس وساب كل حاجة وقام رايح قاعد في الشقة إيه، في إسكندرية. طبعًا أنا باكلمكم على ولد في كام، في تالتة إعدادي يعني في year 10 مثلًا، فاهم؟ فكان طبعًا إيه، مامته اتصلت أو هم باين الناس اتصلوا بمامته قالوا لها ده إيه، الشخص مشي مش موجود، مش عارفين هو فين. طبعًا هي اتجننت، عرفت إزاي؟ آآ راحت هي طبعًا إيه، بغريزة الأم قامت متصلة على التليفون بتاع الشقة بتاعة إسكندرية، فأنا رديت. أنت إيه اللي حصل وإيه اللي وداك وبتاع؟ قُلت لها: "ما فيش حاجة يا ماما، سيبيني بس أنام، ما فيش حاجة، أنا هانام بس شوية وهاقوم وهتبقى الدنيا زي الفل." طبعًا لقاها في وشه، طبعًا هي سافرت جات وراه جري إيه، عشان إيه، "وأنت بتعمل في نَفْسك كده ليه؟" ومش عارف إيه وبتاع. طبعًا هو روّح، عرفت إزاي؟ وابتدى يكتشف إنه يوه! ده الدنيا لسه في حاجات كتير أوي عشان نتعلمها بقى، عرفت ده الموضوع مش سهل كده. أنت إزاي؟ أوكي ال الفلوس بتيجي وبتروح، يعني ابتدى يدرك كده إن هو عادي يعني ممكن يخش أي شغلانة ويجيب فلوس، إلا إن الشغلانة دي ممكن تبوظ عشان أسباب تانية ما لهاش علاقة بالفلوس، يعني ده في حاجات بتحصل بقى، وفي قصص بقى ومواضيع. فالنقطة كانت بالنسبة له يعني إيه، في another perspective في القصة. قام مروّح بقى إيه، فإيه أخو صاحبه ده بقى جه، "أنا قُلت لك ما تروحش وأنا مش عارف إيه وبتاع." وأنا هاجيب لك فلوسك ومش عارف إيه، هو قال له: "لأ، أنا مش عايز فلوس من حد." وما أعرفش إيه وبتاع. المهم مثلًا شهر والّا حاجة وراح إيه، جاب الفلوس وكده، وقعدوا يتحايلوا عليه يرجع الشغل تاني في المحل ومش عارف إيه، وهو ما رضيش. ال ال الشاهد كان في القصة وهو بيحكيها، هو إنه تحس يعني إنه بتبتدي تتساءل كده، يعني هو إيه مقياس النجاح؟ يعني أنا لمّا أقول على نفسي نجحت، ده معناه إيه؟ يعني هل مثلًا أنا جِبت فلوس من الشغلانة كويس، هل كده أنا نجحت؟ هل عرفت أتعامل مع الناس، هل كده أنا نجحت؟ يعني إيه المقياس؟ يعني إمتى الإنسان يحس إن هو نجح؟ هل لو راح اشترى عربية والّا اشترى بتاع نجح؟ أنت كنت بتبُص في عينه وهو بيحكي، هو he want more، يعني هو لسه هو عايز يكمّل، عرفت إزاي؟ وتقريبًا ده طبع البني آدمين، يعني هو طبع البني آدم بصفة عامة إن هو يعني أوكي، هو كان نِفْسه في عربية اشتراها، بعد كده اشتراها انبسط بيها أسبوع، أسبوعين، وبعد كده بقى نِفْسه في عربية أعلى، اشتراها انبسط فيها أسبوع، أسبوعين، وهكذا، وهكذا. طَب ما كل حاجة في الدنيا كده أساسًا، يعني هي الدنيا هي عبارة عن إيه، مَلَذّة وانبساط لمدة دقيقتين، 3 ويقلب وتخش على اللي بعده، عرفت إزاي؟ عشان كده اللي بيجري ورا الدنيا دي ما هيفضل مفروم، الدنيا ما بتُقفش. و و والباحث على البحث عن شعور اللذة ده يعني، ماشي، اللي هو بييجي عشان أنا حققت شيء معيّن، ماشي، ده نجاح وقتي، يعني نجاح وقتي مرتبط إن الحاجة جات،
once إن أنت you get used to it خلاص انتهت، اتعودت على الحاجة اللي جات خلاص ولا كأن حصل أي حاجة. إزاي؟ وتروح تدوّر على اللي بعده. عشان كده تلاقي اللي بيجيب بيت بيبقى عايز يجيب فيلا، واللي عايز فيلا عايز يجيب قصر، واللي عايز يجيب قصر مش عارف عايز يعمل إيه، واللي عايز يجيب عربية عايز يجيب فيراري، طب عايز فيراري لأ أنا عايز أجيب لامبورجيني، طب مش عارف عايز أعمل إيه، عايز أعمل إيه. it's endless يعني طمع لا نهائي ولا ينتهي. هي الحقيقة مش طمع. يعني هنفترض إن أنت إنسان طبيعي وما أنتاش طماع بطبعك يعني، بس هي مش طمع قد ما هو الإدمان على الشعور إن أنا I achieve something، وإنه الشعور ده يفضل قاعد معايا، ودي دنيا، هو الشعور ده مش هيقعد معاك، عرفت إزاي؟ هو أوقات بس الناس بتنسى إن إحنا في الدنيا دي في اختبار أصلًا من أوله لآخره، ماشي، وبتجري ورا حاجة والحاجات دي ممكن تروح منه لأي سبب كان. ويمكن من الحاجات اللي لفتت نظري قصة الراجل ده هو كمية الحاجات اللي راحت منه مش عشان الأسباب المُتعارف عليها. المهم بعد كده بقى هو إيه، جات أيام بقى ثانوية عامة ومش عارف إيه وبتاع، و وده برضه كان حاجة غريبة جدًا برضه يعني من ضمن الحاجات اللي كان بيحكيها يعني، كانت غريبة أوي. إن هو كان في تانية ثانوي، هو كان شاطر جدًا ماشي، وكان طبعًا باباه رفض بقى ساعتها ومامته إن هو يشتغل خالص، أوكي. آآ كان إيه بقى، يقعد يشرح للناس يعني يعني هييجي له الولاد ييجي له صحابه في البيت ويقعد يشرح لهم وما أعرفش إيه وبتاع مش عارف إيه، وكان شاطر جدًا. I think إن هو جاب في السنة دي بيقول مش عارف باين 70 والّا إيه 70%، ودي كان صدمة بالنسبة له بقى رهيبة. والصدمة دي كانت أعقبها بقى إن هو جه في تالتة ثانوي، هي ساعتها باين تقريبًا وقتها كانت الثانوية عامة سنتين، يعني أنت تانية وتالتة. جه السنة اللي بعديها ما ذاكرش خالص. السنة اللي ما ذاكرش فيها خالص دي بقى جاب 90%. أنت إزاي؟ ده كان شيء مش غير مفهوم يعني، عرفت إزاي؟ بس هو ما وقفش عند النقطة دي كتير يعني، هو كان مؤمن بحاجة إن هو آآ هو محتاج إن هو يفضل إيه، يكمّل ويعافر، ويعافر، وإن أي قلم بياخده عادي، هو بياخده ويرجع يقوم تاني ويكمّل، ما فيش مشكلة، هو بيزعل يومين وانتهى وخلص الموضوع. بس جينا بقى على المرحلة اللي تبتدي تعتبر إن هو ابتدى يحتك فعلًا بتجارب حقيقية من مش بس إن هو بيجرّب من منطلق الهواية، لأ، هو ابتدى بقى إن هو إيه بقى، لأ، أنا عايز بقى build my career وإنه مش عارف إيه وبتاع. قبل ما ننتقل الحكاية الجاية دي بقى إن شاء الله الحلقة الجاية، بس هو كان في نقطة بس عايز أوضّحها، إن هو كان آآ لمّا اشتغل مع الناس كذا مرّة آآ ابتدى يحس إن هو المفروض يبقى عنده مشروع، ماشي، ولإن هو واثق في نَفْسه وواثق في ذكائه زيادة، ماشي، ودي مشكلة تانية برضه، ماشي، إنه الثقة مش دايمًا حميدة. يعني أوكي، أ يعني لو خلّينا حتى نقيسها بمنظور فلسفي شوية يعني، ماشي، أنت ممكن تثق في نَفْسك في حدود معرفتك. once إن أنت تحتاج بتجربة جديدة برّه معرفتك، ماشي، أو برّه اللي أنت اتعودت عليه، محتاج ترجع خطوة لورا، ماشي، عشان تشوف هتقدر تنجح في المعرفة الجديدة والّا لأ، وبناءً عليه تقدر تبني الثقة، لإنه ال 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 الknowledge والمعرفة ما بتُقفش، فهمت إزاي؟ والتعلُّم ما بيُقفش، وإنك تفضل تتعلّم دي ما الحتّة دي ما بتُقفش. ومش معنى إن أنت نجحت في تجربتين 3 من منظورك إن أنت اللي هو كان منظوره ساعتها إن هو يجيب فلوس، فهمت إزاي؟ آآ إن أنت قدرت تجيب فلوس في موقفين 3 ده مش معناه إن أنت هتقدر تجيب فلوس في كل المواقف، فهمت إزاي؟ لو كان هو ده مقياس النجاح، بس هو فعلًا ده كان مقياسه للنجاح في الوقت ده، وما كانش لسه مُدرك إنه الموقفين اللي حصلوا، ماشي، وقّفوا له إنه يجيب فلوس لأسباب أخرى غير الفلوس أو غير الفشل في الشغلانة، هو ما كانش لسه مستوعب النقطة دي. هو كان مستوعب إن هو يقدر يجيب فلوس بأي طريقة، وأيًا كان الأسباب اللي حصلت بعد كده دي أسباب تانية، أنا عادي هاشتغل شغلانة تانية والّا هاعمل مشروع تاني، هاقدر أنجح تاني زي ما أنا نجحت في كل حاجة. كان في تفصيلة صغيرة برضه في حياته كده إن هو اشتغل في عيادة، عرفت إزاي؟ بس مش مهم أوي، ما كانش فيها دروس يعني حسيتش إن أنا المفروض أقف قصادها كتير يعني. بس
الحلقة الجاية بقى هنتكلم لمّا ابتدى هو بقى إيه، يفتح مشاريع وهو في الجامعة، أوكي؟ أشوفكم المرّة الجاية، لو في أي كومنتات حاجات هتفيدني إن أنا أبقى أحسن وأنا باحكي لكم الحكاية، يا ريت تقولوا لي. باي.